لو كتاب الله كان الموضوع كبير، لو كتاب الله الموضوع كان كبير وعدى على خير. مشاكل انتوا يعني اكيد انتوا عارفين، وانا مش هحكي في المعكي ولا اعيد ولا ولجوا عني. يعني انا احكي لكم المفيد كله. يعني كركان كان عامل مشكله مع ريهام سعيد، وريهام سعيد الاعلاميه الكبيره معروفه، لا بتسكت على حق ولا على كرامه ولا على اسمها، دول خط احمر عندها. يعني اللي بيجيب سيرتها بتاخد حاجه بالقانون. طب ايش اللي صار مع كركان؟ اللي صار مع كركان مشاكل انه هو راح عمل فيديو كان سب وقذف مين في الاعلاميه ريهام سعيد. زي ما بقول لكم كده، والله كانت واقعه مربربه وغلطان عليها بالاسم كده، سب وقذف مباشر. يعني مش رحمها، مديها دعكها دعك بالفيديو. يعني كان ماخد حبه شجاعه ولا ايش فيه، ولا كان يعني والله ما بعرف الصراحه، لكن هو كان في اشي مش مظبوط. ريهام سعيد شافت الفيديو قالت وقعتك منيل يا كركان، انت بتجيب في سيرتي انا؟ قومي يا ريهام يا سعيد قدمي فيه بلاغ والمحكمة تحكم إلها لصالحها، ويتحكم كركان لمدة سنتين. سنتين ايش؟ سجن، مش أي حكم. طلع من السجن. هو صحيح اسمه كركان مشاكل، لكن مش للدرجة هذه يا جماعة. طلع بفيديو تاني. لا 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 لا، ليش يا كركان طلع بفيديو تاني؟ اسكت اسكت، تعملش لحالك مشاكل. لكن طلع بفيديو استعطف للناس. كيف بيستعطف الناس؟ طالع بقول يا استاذه ريهام سعيد ارحميني ابوس ايديكي، انا تعبت من السجن وصار يوريها ايديه ويوريها رجليه. مش بدي اقول لكم مش على المسلم، على الكافر كانت تصب حالته. ريهام سعيد والله يعني قلبها كبير وطيب، يعني زي ما بدي احكي لكم عنها، ما انتم عارفين ريهام سعيد مثقفه وجميله ومتعلمه وقلبها كبير وحنينه وصاحبه خير وصاحبه عمل وصاحبه واجب وصاحبه كلمه وصاحبه مبدا، وبتعلم الناس الكرامه والاخلاق والقيم والمبادئ. مش بدي اعد لما اعد، انا بدي اقعد طول اليوم اعد لكم عن مميزات ريهام سعيد. بدي احكي لكم، كنت عامله لكم فيديو من قبل يا مربوبين، والله لو شفتوه لكنتوا حاجات كتير عنها. خليني اقول لكم في المضمون. والله ريهام سعيد شافت الفيديو بتاع كركان، والله هذا طلع بيستعطفني والله قطع قلبي. يا قلبك يا ريهام، يا قلبك يا ريهام، يا قلبك يا ريهام، والله انك فعلا صدق يعني ست كامله. يعني عندك بقول عنها 24 قراط، والله يعني ما شاء الله عليك والنعم. قال والله طلعت وقالت لك ببوست العفو عند المقدره، وانا اقدر وقررت اعفو عليك لوجه الله تعالى، لكن في سبيل ان انت اسمي ما تجيبش سيرتي على لسانك. اشوفك تقول ريهام سعيد تعرفش ايش هعمل فيه. والله بدي ساعتها اعمل حقها لو جاب اسمها. طيب ايش عمل كركان عليه راح طلع فيديو تاني يشكر الاعلاميه يا وقعتك مربربه، يا وقعتك مجندله، يا وقعتك. مش بدي اقول لك ما تسكت، افرح بقلبك واسكت واحمد الله وبوس ايدك وش وقفا انها عفت عنك. يعني هي قالت لك العفو عند المقدره وانا اقدر، خلص تجيبش اسمي اسكت خالص بالمره اكتم. لكن تطلع وتتكلم تاني بينفعش. عادي يا كركان، ما تجيبلناش مشاكل وجعلنا راسنا. وبعدين انت ما شاء الله عليك بتفرط منك، يعني بتاخد راحتك على الاخر. طيب ايش صار بعد كده؟ اللي صار يا جماعه الخير انه ريهام سعيد خلاص عفت عنه، والناس صارت تقول هذه ريهام سعيد اللي طول عمرها بتقابلنا بالطيب بالكلمه الحلوه، اللي عمرها لا بتغلط، لا عمرها بتحاول دايما تطلع باحسن صوره، وهي مبين عليها ان هي بنت اصول وبنت اصل. يا اختي حكوا ليوم الحكي، يعني ما حكوش شويه، لا حكوا هالقد. والله وانا بصراحه الله قلت لكم وكتاب الله الست هذه قلبها طيب، له وكتاب الله والله العظيم. يعني مش قلبها طيب، لا قلبها كمان كبير. ست قلبها كبير وعندها صبر برضو، بس عندها حدود وقانون في حياتها. كرامتي اسمي ممنوع تيجي جنبهم، هدول الاثنين ما تجيبهمش. تيجي تقل ادبك علي، انا بقلش ادبي على حد، انا بطلع باخد حقي بالقانون. ست فهمانه على ابوه ايش الدنيا. طيب والناس الثانيه هدول انتوا عارفينهم، انا بديش احكي لكم عنهم، يعني ما انتوا عارفينهم، يعني فيش عليكم مستخبي. طالعين يقول لك ما هو يعني كركان استفاد، والله استفاد من اللي صار، يعني اتسجن واتحكم عليه بغرامه واستفاد بشهره. انتوا كمان بصيتوا على الشهره، انتوا بصيتوا له على الشهره. يعني اتسجن ورجله صارت هالقد وحالته حاله ودنيا خربانه معه. فكرتوني بهذاك الراجل اللي الدور اللي فات سمعوا انه مات يوم الجمعه. يا بختك يا هناك مت يوم الجمعه. طب واهله؟ طب والناس اللي وراه والناس اللي فرقهم والحزن وكسرة القلب قاعدين يتهللوا وترحبوا وتأهلوا وين انتوا؟ وين عقلكم انتوا؟ يعني انتوا ايش زينا بتاكلوا وبتشربوا يعني؟ كان خلينا في مضموننا في الاخر. كلمتين ابرك من مليون. ريهام سعيد قلبها كبير،
وهتفضل هي صبايا الخير، وهتفضل هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في عمل الخير على السوشيال ميديا أو على الواقع، لأن هي أثبتت هذا هنا وهنا. وأنا لا أخفيكم ذكرا، أنا أحب ريهام سعيد، أنا أحبها من مفيش عليهم مستخبي، اللي في القلب اتقال يعني. بس ويا رب تكون يعني حلقة اليوم كانت قصيرة ولا طويلة، مش عارفة، ما علينا، أشوفكم في حلقة جديدة.